مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. لابد أنكم سمعتم عن الطائرة البرازيلية التي تحطمت وهي في طريقها إلى كولومبيا، لكن ما رأيكم إذا أخبرناكم أن نجم برشلونة ليونيل ميسي ورفاقه في منتخب الأرجنتين كانوا على متن هذه الطائرة قبل عدة رحلات من تحطمها؟ ربما يكون هذا الخبر غير قابل للتصديق، لكن صحيفة ذا صن البريطانية نشرت تقريرا مفصلا عن الموضوع، حيث أكدت الصحيفة أن الطائرة التي تحطمت الأسبوع الماضي هي نفسها الطائرة التي أقلت المنتخب الأرجنتيني إلى البرازيل بمناسبة المباراة التي جمعت الفريقين لحساب تصفيات كأس العالم 2018، وهي المباراة التي خسرها المنتخب الأرجنتيني ب3-0. وأكدت التقارير البرازيلية أن الرحلة من البرازيل إلى العاصمة الأرجنتينية استغرقت 4 ساعات و5 دقائق، بينما تستطيع الطائرة المنكوبة التحليق لمدة 4 ساعات و22 دقيقة فقط، وهذا عندما تكون ممتلئة بالوقود بالكامل، أي أن 17 دقيقة بالضبط كانت هي المدة التي فصلت نجم برشلونة ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني من لقاء مصير لاعبي فريق شابي كوينس.